مرحبا، معكم حمزة رستناوي. اليوم بدي أحكي عن تمجيد ومديح الزعماء السياسيين. هذه الظاهرة في مطرب سوري شاب اسمه عبد الله سلمو أطلق من يومين أغنية مصورة بعنوان سيد الرئيس كلنا فداك، وأهدى هذه الأغنية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. هلأ أثارت هذه الأغنية عاصفة من الرفض والاحتجاج ضمن أوساط المثقفين وحاضنة الثورة السورية. والرجل امبارح قام بالاعتذار وسحب هذه الأغنية من التداول. اللي بدي أقوله هون في ظاهرتين إيجابيات وكويسات. الظاهرة الأولى اللي هي الاحتجاج على هذا النمط من الخطاب التمجيدي ومديح الزعماء السياسيين، وبالتالي هذا الاحتجاج أو الرفض لهذه الظاهرة، تمجيد الأشخاص والتفخيم وإلى آخره، دليل كويس. ويشكر كذلك المطرب الشاب أنه الرجل اعتذر وسحب هذه الأغنية، وهي نقطة تسجل لصالحه. الرجل حاس أنه الشيء اللي عملوه هو شيء غير جيد، وبالتالي كان عنده حساسية وعنده احترام لنفسه وللآخرين، وقال يا أخي أنا بعتذر من هذا الأمر وبسحبوه. هذه ظاهرة كمان يشكر عليها. بشكل عام مديح الزعماء السياسيين وتمجيدهم هو إرث استبدادي أسدي، آن لنا أن نتوقف عنده. يعني عموما في المجتمعات التي تنتشر فيها ثقافة الاستبداد يكثر الألفاظ، الألقاب والتفخيم قبل ذكر اسم الشخص. بدي أخو أنا بالحقل الطبي ما بعيد كثير. على سبيل المثال بسوريا، على سبيل المثال، إذا دكتور الناس ما بيصوحوا له دكتور بيزعل، او ممكن يتحسس، او بروفيسور او استاذ او كذا، او هي، او اذا عنده رتبه على سبيل المثال عسكريه، او اذا كان شيخ يا شيخ، اذا ما قال له شيخ او كذا بيزعل. ببساطه انت انسان قبل ما تكون كل هالشغلات هي، انت انسان، ومن ثم هذه شغلات لاحقه عليك. وقيمه الانسان تاتي من خلال سلوكه وعمله وما يستطيع ان يتركه من اثر طيب، وليس من خلال الاشخاص، من خلال التفخيم والالقاب اللي عنده الانسان. ببساطه هون اذا واحد بيصح لي يا حمزي ما بزعل، ما بزعل اذا واحد ما بيصح لي يا دكتور حمزي على سبيل المثال. لأن ثقافة مجتمع، وهي الثقافة اللي صح لازم نحن نمشي فيها. طبعا كلما زاد الإرث الاستبدادي وزادت ثقافة الاستبداد في المجتمع، كلما زاد استخدام هذه الصفات. مثل على سبيل المثال بتاريخنا بنشوف على سبيل المثال الفقيه الحافظ العلامة الفهامة شيخ الإسلام الفلاني، أو روح الله آية الله السيد فلان، والسيد دليل نسب نبوي وما بعرف من هالكلام هذا، أو القائد الملهم العظيم إلى آخره. هيك شيء اللي بدي أقوله بالكلمات الأغنية اللي هذا المطرب عبد الله سلمو، في شيء حقيقة مزعج فيها، اللي هو سيد الرئيس كلنا فداك. أنا بدي أوقف هون كلمة سيد الرئيس. كالسيد الرئيس ممكن نقول السيد الرئيس، الرئيس أو السيد الرئيس أو السيد أحمد الشرع عادي، هذا هيك. بس كلمة سيدي ترى فيها نوع من التفخيم وفيها نوع من التذلل أكثر من السيد. سيدي سيد وعبد، بتحيلنا لثنائية سيد وعبد، فيها نوع من الذل. حتى أنا عندما خدمت عسكرية على سبيل المثال بسوريا، كنت أتحاشى كثيرا أن يقول كلمة سيدي لأي ضابط. الضابط فلان أو السيد فلان كانوا معظمهم يمرروها، دكتور وكذا إلى آخره. بس كلمة سيدي فيها نوع من الذل اللي بدي أقوله. لذلك كلمة سيدي هي نشيلها على جنب. وكلنا فداك، كاتب كلمات هالأغنية هي كلنا فداك، ممكن يا أخي روح أنت فدي حالك. بس أنت بناء على إيش أنت عم تقول كلنا فداء؟ لا، نحن ما كلنا فداك، ما فداء حد نحن. بإمكانك تحكي عن حالك، ليش عم تستخدم ضمير الجماعة؟ وهل يا ترى الناس هدول اللي كانوا يغنوا على زمن الأسد أو صدام حسين أو غيره أو إلى آخره، أو رح يضلوا يغنوا كلنا فداك وبالروح وبالدم، هل هن صادقين؟ يعني لذلك هذا أشبه بعيب. لازم نتعامل مع هذا النمط التذللي التمجيدي من الخطاب، أشبه بالعيب والشيء اللي يجب ننظر له حقيقة من وجهة نظر ناقدي، ويكون المجتمع عنده مناعة ضد هذا الشيء. نميز بين شغلتين، بين المجد
والتمجيد. المجد حقيقة الشخص هو بيصنعه من خلال إنجازاته، من خلال الأثر الطيب اللي بيتركوه، من خلال مجد، عمل مجد حتى بعد ما يموت بيضل هذا المجد اللي هو تقدير ومحبة للناس. وفي ناس ماتت من آلاف السنوات وما زال لها أثر ومجد. وفي التمجيد هو اللي بتفرضه على الناس مثل آل الأسد وغيرهم يعني. لذلك يعني وهذا لا يدوم يعني. باختصار اللي بدي أقوله، اللي ظهر هو أنه في حد جيد من المناعة بالمجتمع السوري ضد ظاهرة التمجيد، وتفاعل المطرب مع يعني الرفض الشعبي كذلك الأمر هو يعني شيء لازم يكونوا يعني في محل تقدير. وشكرا لكم على المتابعة.